فدى مراسل الميادين في اليمن بمنع التحالف السعودي طائرة إيرانية تحمل مساعدات طبية من دخول الأجواء اليمنية. كما شنت الطائرات السعودية اليوم أكثر من 16 غارة في عدن والضالع ولحج. إلى ذلك قصف الطيران السعودية الشريط الساحلي في الحديدة غرب اليمن. وكانت الطائرات السعودية استهدفت في وقت سابق مناطق ميدي والمخازن في حجة والمعهد العالي في إب. كما طاولت الغارات مقر قاعدة الديلمي الجوية في صنعاء ومواقع اللواء 35 مدرع في تعز جنوب صنعاء. معي الآن مباشرة من العاصمة اليمنية صنعاء مراسل الميادين أحمد عبد الرحمن. أحمد، الغارات هل لا تزال مستمرة على صنعاء؟ نعم كمال، الغارات ما زالت متواصلة. قبل ساعة من الآن شنت طائرة التحالف السعودي غارة جديدة استهدفت محيط مطار صنعاء الدولي. هذه الغارة تزامنت مع وصول طواقم القنوات والتلفزة إلى المطار لتصوير الطائرة الإيرانية التي منعت من الهبوط في المطار بحسب معلومات للميادين. هذه الطائرة، وللتصحيح كمال أيضا، الطائرة كانت قد دخلت الأجواء اليمنية وبعد أخذ الإذن من قوات التحالف السعودي، لكن طائرة حربية اعترضت هذه الطائرة الإيرانية ومنعتها من الهبوط في مطار صنعاء، وبالتالي شنت غارة جديدة على محيط المطار. هذه الطائرة الإيرانية كانت تحمل مساعدات طبية بحسب المعلومات، أكثر من 30 طنا من المساعدات الطبية الضرورية لمعالجة الجرحى في صنعاء ومناطق أخرى.